برافو المغرب صراحة، يستاهلون التصفيق والتحية ورفع العقال. واكتملت الفرحة بنتيجة المباراة الافتتاحية. كتبت في الروشيرش عادي تذاكر كأس إفريقيا 2025، هما يعطوني بزاف ديال الجروبات. قلت انا مع بالي ربما نصيد شي تيكي، قال لك 2000 درهم الوحده الثمن باش شريتهم باغي نبيعهم، يعني السيد باغي غير يتفك منهم. ملي سولته في البريفي بواحد فوكون شنو قال لي؟ قال لي هذه ديال 150 درهم. واحد اللي عجبني حط جوج ديال لي تيكي، شنو قال لهم خوتي انا مابقيتش ماشي وقع لي واحد العذر باغي نبيعهم. تيكي مكتوب فيها 150 درهم. السلام عليكم، مرحبا بكم برنامج شنو واقع، البرنامج اللي كيطرق بزاف مواضيع سواء في الويب المغربي او الويب العالمي. داكشي اللي انت اول مره غتشوف هاد لاشين، دخل تابونا ودير لايك وما عليك الا تدعمونا بشي كومون. اليوم بعد نكتشفوا قصه حياه طارق سكيتيوي، من جوار في زنقه صغيره الى حلم كبير. طارق سكيتيوي عرفوه المغاربه كلاعب موهوب، اليوم ولا مدرب كيعرف كيفاش يكسب الرهان. المسيره ديال طارق سكيتيوي ما كانش سهله، فيها طيحات فيها ثغرات، ولكن الاراده كانت قويه. كيفاش بدا وشنو اللي خلاه يوصل غنشوفوا مواضيعنا في الفيديو ونفهموا مزيان التفكير ديال طارق سكيتيوي كيفاش ولا بطل. نهار تقنط من الدنيا وتحس بكل شيء ضدك تفكر قصه طارق السكتيوي. الميساج هذا موجه واحد الشير ديما قليله. هذا السيد اللي قدامكم سميتو طارق السكتيوي، زاد في مدينه فاس وفي عمره 48 سنه، كان لاعب مشهور ونهار قرر يولي مدرب حطوا ليه جميع انواع العراقيل باش يفشل. تصور انه فين ما كان كيمشي لشي فرقه كيبقاو ينتقدوه ويطالبوا بتغييره، والنتيجه انه كيختم الموسم اما رابح بطوله او كاس وكيمشي في حاله. وفي ظرف سنه فقط ربح كاس افريقيا للمحليين وحصل على المركز الثالث في اولمبياد باريس. لكن شنو وقع له في كاس العرب؟ بدايه كاس العرب بدا بدايه متوسطه، كان الاداء فيها ضعيف للمنتخب الوطني، ولكن النتيجه كانت ايجابيه. ورغم ذلك هاجموه الصحفيين وبعض من الجمهور وصفوه بالمدرب الفاشل وان المنتخب سيخرج من الدور الاول. هذا الشيء اللي قلت الحاج كيبان من التخبط ديال المدرب. الماتش الاول فرقه، الماتش الثاني غير فيها شي 4 ولا 5. لكن هو كان هادئ بطبعه وعارف اش كيدير وكيجاوب بالصواب وكيبرر ان المستوى في البدايه عنده علاقه باجراءات جوازات اللاعبين. ساعه و5 دقائق وحنا جالسين في الباص قبل الانطلاق، لكن قدر الله ما شاء فعل. والغريب انه قدر يفوز على منتخب السعوديه الاول القوي ويتصدر المجموعه ديالو. ومع البطوله كتزيد في الاثاره، السي السكتيوي كان كيربح ماتش ورا ماتش وماشي بنسق تصاعدي حتى وصل للنهايه، والنتيجه ربح كاس العرب بلاعبين كيلعبوا فقط في البطوله الوطنيه والدوريات الخليجيه. وعلى من ربح على منتخبات الصف الاول اللي كتخسر عليها الملايير باش تطور المنتخبات ديالها كالسعوديه. والعبره من هذه القصه هي نهار تقنط من الدنيا تفكر باللي الطريق الصح ما كيبداش ديما في البدايه، وبلي الكفاءات غالبا كتحارب قبل ما تتكرم. والصبر حيت حتى الصبر هو عنده شي نهار غادي يجي ويتوج فيه. نفس الشيء وقع مع اللاعب حمد الله اللي شد بطاقه حمراء في المباراه الثانيه، وناض الجميع كينتقدوا وطالبوا بابعاده، لكن السكتيوي طاق فيه ونهار دخلوا المباراه النهائيه اللي كان فيها المنتخب منهزم قدر يسجل التعادل والانتصار ويجيب الكاس للمغرب. واللي كانوا كينتقدوا سدوا فمهم وما قدروش يعتذروا، رغم انه لاعب خلوق هو الوحيد اللي عاون الساكنه ديال اسفي من ماله الخاص بعد الفيضانات اللي جات للمدينه. نحكي على اذا سمحتوا على العناوي. العناوي شوف هذه الكره راه كان رايح لها، يعني ثالث كره تتواجد في منطقه العمليات. الكره الاولى في الشوط الاول اللي ضربها براسه، الكره الثانيه في الشوط الثاني، والان هذه الكره يعني لاعب مميز، قدرات بدنيه، قراءة اللعب وانطلاق دائما في اتجاه المرمى، يعني ربح كبير لكرة القدم المغربية هذا اللاعب. طلبت من بداية المباراة التركيز مباراة عدم التفكير في المشوار للأمام، أخذ المباراة خطوة خطوة. واضح أن هناك اتفاق مجموعة على لعب مباراة طوال هذه البطولة. طبيعة الحال يعني تخطيط المدرب وليد على الذهاب بعيدا، ولكن كاين الأهداف المرحلية. يعني أول شيء يعني خلصوا هذه المباراة الافتتاحية اللي كانت صعبة، فازوا فيها، غياخذوا قسط من الراحة ويجهزوا المباريات المقبلة. كل مباراة على حدة تناقش بخصوصياتها، بطبيعتها، بطبيعة مرحلتها، وبالتالي المنتخب غيزداد قوة، غيزداد جاهزية مع توالي المباريات، ثم غيكتسبوا اللاعبين الثقة تاع الجمهور، التلاحم بينهم، وتنتمنى لهم كل التوفيق لأنهم مصدر فخر لنا والجماهير المغربية
ونتمناو لهم تحقيق ان شاء الله هذه الكاس المهمه. والجميع يعلم ان هنالك خلافا نشب بينك وبين الناخب المغربي لما كان مدربا للوداد، وحدث هذا بعد احدى المباريات التي جمعت الجيش بالوداد سابقا. البعض يعتقد ان هذا الخلاف هو المانع ربما وراء عدم المنادات عليك. سؤال مباشر، هل أنت مستعد لتضع كل شيء خلفك إذا تم استدعاؤك من طرف وليد الركراكي؟ بالنسبة لي باش ما نكذبش عليك الخلاف كان، ماشي ما كانش، كان الخلاف، كانت ملاسنات. يعني بالنسبة لي أنا طويتها شحال هذه كانت كيما فاش كنعقل كان الماتش ديال ما كنتش أنا كاع لاعب، كان الماتش ديال الجيش الملكي ضد فريق الوداد، وكانت واحد الملاسنات بين وليد الركراكي وزفين فاندر بروك ديك الساعات، وجيت انا دخلت باش نفك بيناتهم كعميد فريق، ما كنتش لاعب، كنت في التريبون، وكانت واحد الملاسنات بالنسبه لي انا عاديه في عالم كره القدم. يعني ماشي انا اول لاعب ولا اخر لاعب اللي كيكون مدرب مع لاعب اللي كتكون واحد الملاسنات بيناتهم، وفي عالم كره القدم هذا الشيء عادي بالنسبه لي، عادي وانا طويته. وبالنسبه لي انا في اي وقيته الناخب الوطني غيعيط لي غنلبي نداء الوطن وغادي نجي وانا فرحان. يعني بالنسبه لي الوطن فوق كل اعتبار بالنسبه لي انا، وما كنظنش ان غيكون هذا هو سبب المشكل. يعني ما كنظنش انه يكون مشكل، انا مخليها في اختيارات. وبالنسبه لي انا راني خدام، وراه اشاره الناخب الوطني في اي وقت مرحبا يعيط لي بصدر رحب، انا اول واحد غنكون فرحان وغنجي. نسولوا على الورقه باش نتفرجوا في بلادنا ونشاركوا الفرحه. قال لك الورقه وصلت ل 2000 1500 1800. والله العظيم انا ماشي قصدي نوريكم هذا الشيء، ولكن بغيت نبارطاجي معكم هذا الامر. شحال نوريكم شحال بلاتي 244. ومازال خدت واحد الدواره بشحمتها بكرشتها 199 درهم ولا 190 درهم ياك. ملي غيصير الماتش غنتعشى بها وسط العائله ومحيح، وغنشجع بلادي ومن داري. اللوجيك كيقول هكا، بلادنا تستاهل كل خير، ولكن باللي نشوفوا على ان الثمن ديال التيكي بقدر وعلى برا بقدر هناك مشكل، لهذا حنا اختارينا هذه الطريقه. غادي تجيبوا احسن مني باش ديو هاد لاكوب دافريك، بغيتو ولا ما بغيتوش، حك انا قادر عليها بلا ما تجيبوا هذا اللي كتقولوا. كان احسن مني باش يدي هاد لاكوب دافريك، انا نخلي البوز ديالي. انا غير بغيت نشوف حكيمي يدي الكاس، انا اللي كيامني هي المغرب تربح. والله الاخوان غنحاول نكون حيادي في هذا الفيديو هذا، وغادي نهضر زعما من المنطلق الراي الشخصي ديالي. يعني انا كنتحمل مسؤوليه هذا الشيء اللي غادي نقولوا في هذا الفيديو، لهذا كيبقى الراي ديالي. كل واحد عنده الراي ديالو، اللي عنده شي راي يكتبوا في لي كومونتير. واش وليد الركراكي استطاع انه ياخذ لا كوب دافريك في المغرب؟ نقدر نقول لكم بواحد النسبه كبيره يقدر يربح، وكتبقى مساله 10% 20%. ولكن ديك 10% 20% راه كانت نفس النسبه فاش كنا لعبنا في الكوت ديفوار. راه كان المنتخب المغربي هو المرشح رقم 1 انه يفوز بديك النسخه، ولكن مع الاسف شنو طرا؟ خسرنا قدام جنوب افريقيا. والمحزن هو ان مدرب جنوب افريقيا في واحد اللقاء صحفي اللي كان دارو قبل المباراه كان كيهضر واحد الثقه في النفس كبيره انه قادر انه يهزم وليد الركراكي. فسولو واحد الصحفي قال ليه كيفاش انت كدوي بهاد الثقه في النفس والمغرب كان هو الرابع العالم؟ ضحك المدرب ديال جنوب افريقيا وقال طريقه اللعب ديال وليد الركراكي مكشوفه جدا، ما كيجيبش دي تاكتيك جداد، خطط جداد، كيلعب بنفس المنطق بنفس المنهجيه، يعني تكشف. فلو ان وليد الركراكي حاول انه يبدل في ذاك الماتش ضد جنوب افريقيا الخطه ديالو كان يقدر يربح، ولكن مع الاسف ما ربحش، وكنا خرجنا واحد الخرجه اللي هي مبادله. ولكن داكشي كيبقى من الماضي وحنا ولاد اليوم. وليد الركراكي ديال اليوم ماشي هو اللي كان شحال هادي. وليد الركراكي في ديك الوقيته كان اصابو الغرور نوعا ما، فهو كان داخل على اساس صافي رابح ديك الكوب دافريك. ولكن جا المدرب ديال جنوب افريقيا علم واحد الدرس كبير. واش هذاك الدرس يقدر يتعاود معاه في الكوب دافريك؟ احتماليه كبيره جدا، احتماليه كبيره، فهمتي؟ ما هو براسو قال ما تعولوش بزاف انكم تربحوا، وعطى مثال بالبرازيل اللي كانت خسرات الكوب دي موند في العام اللي استضافته في 2014. قالت هاي البرازيل خسرات قدام المانيا بواحد الخساره كارثيه، يعني بلا ما تعولوا ان المغرب يقدر يربح. ولكن حنا دايرين واحد الخدمه واللي علينا كنديروه.
ولكن ما عرفش واد الركراكي انه عنده احسن لعابه في افريقيا. يعني انت عندك واحد اللعابه اللي ماشي غيجيبوا غير كوب دافريك، راه يجيبوا كوب دي موند. والنيفو ديالنا حنا مقارنه مع كل احتراماتي بطبيعه الحال المنتخبات الاخرى اللي كاين في افريقيا، حنا طالعين عليهم في النيفو. وعندنا لعابه بزاف، عندك اختيارات بزاف، عندك لاعبين بزاف. دونك انت اللي غادي تحمل مسؤوليه هاد الخساره الا ما ربحتيش هاد الكوب دافريك. انت اول مسؤول على هاد الخساره وماشي اللاعبين. وسوء الاختيارات ديالك الا خسرتي. الا ربحتي بطبيعه الحال غادي نصفقوا لك كاملين وغنقولوا لك برافو عليك. الا خسرتي حتى واحد ما غادي يصفق، وغادي نقولوا لك سي وليد هذاك راه منتخب مغربي، منتخب ديال الشعب. غنقولوا لك كاملين حط السوارت وسير في حالاتك بكل احترام، سير في حالاتك. كاينين اطر مغربيه قادره انها تقود المنتخب المغربي ونتوجوا ماشي غير بكاس افريقيا، نتوجوا حتى بكاس العالم. على سبيل المثال طارق السكيتيوي. طارق السكيتيوي مدرب اللي تبت راسو. اولا توج بكاس افريقيا الشان، توج ببرونزيه في لي جوز اولمبيك اللي ماشي سهله نهائيا. قدر انه يهزم منتخب الارجنتين، قدر يهزم منتخبات اللي قويه. كنهضروا على U23 اللي هو المنتخب الثاني، يعني ماشي سهله. وكان عنده لاعبين بحال الحكيمي اللي عرف يوظفوا وعرف يبين القوه الحقيقيه ديالو وسط المنتخب، وعطى الشاره ديال الكابيتان. واستطاع انه دابا يوصل النهائي في كاس العرب اللي ما كانش سهله. كانوا قدامه منتخبات قويه واستطاع انه يهزمهم. السيد عنده تكتيك هجومي، السيد كيلعب كره هجوميه جميله جدا. يعني انت السي وليد الا زقلتي هاد كوب دافريك كاين اللي محسن منك ومتواضع. على سبيل المثال طارق السكيتيوي، ونقدروا نجبدوا تا عموته، نقدروا نجبدوا جمال السلامي اللي هو المدرب ديال المنتخب الاردني. يعني السي وليد الا خسرتي هاد الكوب دافريك ما كنظنش ان شي مغربي غادي يسمح لك، لاننا حنا قلناها لك قبل. الا ما كنتيش قادر انك تربح هاد الكوب دافريك حط سوارت للناس اللي تقدر انها تجيب هاد الكوب دافريك. وكاين اطر مغربيه كيف ما قلت حتى هما عندهم البوتونسيال انهم يربحوا هاد الكوب دافريك. وما عمرنا غادي نساو الانجاز اللي درتي مع المنتخب انك وصلتي رابع عالم، حتى واحد ما غادي ينساها. وغنبقى تبقى في التاريخ كاول مدرب مغربي استطاع انه يوصل مع المغرب لهاد زعما هاد المرتبه هذه. ولكن هادشي ما خصوش يعطيك واحد الغرور ديال ان يسحب لك انك الا بقيتي كتخسر غيبقى ديما المغاربه يسبحوا لك على ود داك الانجاز ديال الرابع عالم. لا، حنا ما غاديش نسمحوا لك نهائيا. حنا بغينا الكوب دافريك، بغينا. حنا دابا حنا ما على بالناش كوب دي موند. الكوب دي موند شي حاجه مهمه، حنا باغيين دابا الكوب دافريك. حنا دابا مركزين على الكوب دافريك واللي غادي تلعب في المغرب في الجمهور، وسط الجمهور المغربي. فما عندك حتى شي مبرر انك تخسرها. ان شاء الله يا رجاله احنا كلها ساعه وهندور ونطلع عشان نبدا كاس الامم الافريقيه في المغرب. بس انا عندي سؤال والله بجد، هو ايه مشكله الجماعه في المغرب مع مصطفى محمد؟ يعني مصطفى محمد قتل مين في المغرب عشان يتم التعامل معاه بهذه المعامله؟ الراجل ده عمل ايه بالظبط لدرجه انكم وصلتوا لمرحله ان انتوا جبتوا صوره في الطفوله؟ يعني انا عايز افهم هو ارتكب ايه مصطفى محمد؟ ايه الشيء اللي عمله في الكره المغربيه مخلي يعني منتخب فيه عمر مرموش وفيه محمد صلاح اللي هو على قولة الكابتن حسام حسن 2 محترفين وربع، انتوا ليه سايبين ال2 محترفين وماسكين في الربع؟ يا راجل ده حتى الشنطه اللي جاي بيها من مصر، الشنطه اللي معاه يقول لك عامل حسابه على الفاينل وجايب معاه شنطه كبيره لحد الفاينل. هو ايه القصه؟ في ايه؟ لا 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 لا, لا. لا. كده كتير بصراحه. كده كتير بصراحه، لا كده كتير قوي يعني. لا مش للدرجه دي يا اخوانا، مش للدرجه دي. انا خايف لو لا قدر الله المغرب تعثر في النتيجه افتح الاقي في لعيب اسمه مصطفى محمد بجد في منتخب جزر القمر. في ايه يا اخوانا؟ الراجل ده عمل ايه بالظبط؟ سمعوا الخوت هذا الجزائري اش كيقول، وشوف هذا الحب هذا اللي كيهضر عليه من طرف المغاربه. كيف شفت الاستقبال هنا في الرباط؟ يا اخو والله غير تصدمنا بالخير. من هبطنا في المطار وهم حاطين لنا الزور، دموع جاتني، حاسين بينا، حاسين ارواحنا في دارنا.
المغاربه والله العظيم خوتنا اسمع هادي اسمع. اليوم كاين الافتتاح ديال كاس افريقيا، كانت في شهوتين نتفرج، كنت كندخل الموقع كنلقى الزحام، كنلقى 500,000 400,000 بزاف ديال الناس كيتسناو، ما كتجيش نوبتي معاهم، كنت انا كنكيتي صافي. المهم فقدت الامل في التذكيره. اليوم اسيدي حيد داك الامل، قلت اجي ندخل الفيسبوك، كتبت في الروشيرش عادي تذاكر كاس افريقيا 2025، هما يعطيوني بزاف ديال الجروبات. قلت انا مع بالي ربما نصيد شي تيكي ونمشي نتفرج، راه يكفيني الحال من 2 الى حتى ل 8 6 السوايع راك توصل فيها حتى لمراكش. فاس الرباط كاع ساعه ونص المكانه. دخلت بقيت كنتسائل، انتم قراو فوق تذاكر كاس افريقيا 2025 واش كاين تذاكر ديال افتتاح وبشحال الثمن؟ كل واحد شنو تيقول له في كومونتيرات 1200 2000. واحد اللي اثر انتباه ديالك كتبانيش، قال لك 2000 درهم الوحده الثمن، باش شريتهم باغي نبيعهم، يعني السيد باغي غير يتفك منهم. ملي سولته في البريفي بواحد فوكون شنو قال لي؟ قال لي هذه ديال 150 درهم. واحد اللي عجبني حط 2 ديال لي تيكي، شنو قال لهم خوتي انا مابقيتش ماشي، وقع لي واحد العذر باغي نبيعهم. تيكي هي مكتوب فيها 150 درهم. شحال في نظركم الثمن؟ ها هو فرشوا واحد في كومونتيرات حيت كيقول لهم دوزو بريفي، قال له تري شير 2500 درهم. ديال 150 درهم 2500 درهم. بزاف خلاص ديال الكوارث بقيت كندوز السما في دوك لي بوست، والله تصدمت. درت دير في الروشيرش هادشي وغادي تشوفوا بعيني. دابا شنو الملاحظه انا بالنسبه لي في هادشي؟ تنظيم زوين، كلشي زوين، في امان الله وحافظين الناس، شرات لي تيكي ديالها بكل واقعيه، ولكن المشكل هو داك الشخص اللي هو محسوب مواطن كيطحن خوه المواطن. ما يقول لي حتى شي واحد ايوا من حقه يبيعها يشريها ب 150 ويبيعها ب 2000 درهم. واخا جاتك هذه عاديه، راه كاين واحد الخلل. حتى انا غدا نقبض كرطونه الحليب ونبيعها لواحد ب 50 درهم وهي كدير 4 دراهم ونص ولا 5 دراهم، ما غاديش تجيك عاديه طبعا. علاش؟ حيت مفروش الثمن ديالها. ما عرفتش علاش زعما كنوضوا نطحنوا بعضياتنا في هذه المواقف. انا كنتصور ان داك لي تيكي مثلا غيبقاو لي في راسي اولا غنضيع فيهم، ما نستغلش واحد متشوق باغي يتفرج ونقول لي 2000 درهم طحان انت شريها ب 150 درهم. المهم مول 2000 درهم و2500 يا خويا غادي نشجع المغرب ديالي غير من فاس. فاش قصرات معايا القهوه 2000 درهم غنعطي منها 10 دراهم، غتبقى لي 1990. تاريخ الازدياد ديالي ونزيدك 7 يناير من الفوق. زعما الا ما حضرتش غادي نموت. كيبقاو فينا نشوفوا هذه الممارسات ديال الاستغلال في هذه الوقيته هذه اللي خاص كلشي يفرح وكلشي يتساعد مع كلشي. بعدا فكرتوني في داك الفان زون وداك الشيء، وعييت ما ندخل نسجل في داك الشيء والو. واش كيتسجلوا ما عندي لا داك ايدي لا داك كود، والله ما بغى يخرج ليا شي حاجه ما فهمت فيه حتى لعبه. دابا ما عليناش، حنا كنشجعوا رايه البلاد منين ما كان، واخا تكون مر الشمس في القطب الشمالي المتجمد، غادي نشجعوا رايه ديال البلاد. نقول ان جميع المنتخبات دابا جايه باش تحرجنا في بلادنا. ضعف المنتخبات غيخرج فيه العجب، وانا متاكد من هذا الشيء هذا، حيت كلشي محمر علينا، كلشي حاقد، كلشي المغرب اجي نحرجوا المغرب. يركبوا الفرافر ضدنا، ولكن نطلبوا السلامه، وحنا عندنا ثقه في راس لافوكا ان شاء الله، وعندنا ثقه في الوليدات ديالنا غادي يتقاتلوا على داك التون. يلا تحياتي والسلام عليكم.